يطلق اسم التتار أو المغول على الأقوام الذين نشأوا في منغوليا شمال الصين. إنهم قبائل رعوية تعبد الأوثان والكواكب وتسجد للشمس عند شروقها. تنتشر عندهم ديانة يطلق عليها الشامانية، يقدسون أرواح الأجداد ويقدمون القرابين للحيوانات المفترسة. إنهم المغول أو التتار اجتمعت فيهم الصفات التي لا تمت للإنسان بصلة من وحشية وقسوة وإبادة وقضاء على الأخضر واليابس. وقصة التتار عجيبة بكل المقاييس، ولولا أنها موثقة في كل المصادر لقلنا أنها من ضرب الخيال. فإن قوما خرجوا من منغوليا في شمال الصين، وفي غضون سنوات معدودات اتسعت دولتهم حتى بلغت حدودها من كوريا شرقا إلى حدود الدولة الخوارزمية الإسلامية غربا، ومن سهول سيبيريا شمالا إلى بحر الصين جنوبا، أي أنها كانت تضم من دول العالم حاليا الصين ومنغوليا والفيتنام وكوريا والتايلاند وأجزاء من سيبيريا، إلى جانب مملكة لاوس وميانمار ونيبال وبوتان. فهم قوة أدت إلى تغييرات هائلة في العالم بصفة عامة، وفي العالم الإسلامي بصفة خاصة. قوة أتت على الأخضر واليابس، تلك هي دولة التتار التي ظهرت في زمن الخلافة الإسلامية العباسية سنة 603 للهجرة. كان ظهورها الأول في منغوليا في شمال الصين، وكان أول زعمائها جنكيز خان. وجنكيز خان كلمة تعني قاهر العالم أو ملك ملوك العالم أو القوي، واسمه الأصلي تيموجين. كان رجلا سفاكا للدماء، قائدا عسكريا شديد البأس، كانت له القدرة على تجميع الناس حوله، وبدأ في التوسع تدريجا في المناطق المحيطة به. كان للتتار ديانة عجيبة، هي خليط من أديان مختلفة، فقد جمع زعيمهم جنكيز خان بعد الشرائع من الإسلام والمسيحية والبوذية، كما أضاف من عنده شرائع أخرى. أخرج لهم في النهاية كتابا جعله كالدستور وسماه الياسق. اتصفت حروبهم بأشياء خاصة جدا: أعداد هائلة من البشر، سرعان انتشار رهيبة، نظام محكم وترتيب عظيم، تحمل الظروف القاسية، وقيادة عسكرية بارعة. إنهم بلا قلب، حيث كانت حروبهم مع من يخالفهم حروب تخريبية غير طبيعية، لا يفرقون فيها بين رجل وامرأة، ولا بين رضيع ولا شاب، ولا بين صغير وشيخ، ولا بين ظالم ولا مظلوم، ولا بين مدني ولا محارب. سرعان ما اتسعت مملكتهم حتى بلغت حدودها مبلغا عظيما في سنوات معدودات. لعلكم سمعتم عن خبر غارة التتار على العالم الإسلامي في القرن السابع الهجري. كانت فتنة عظيمة ومحنة كبيرة، هزت العالم الإسلامي من أقصاه إلى أقصاه هزا عنيفا. كل بلاد أو دولة توجه إليها كان مصيرها الإبادة والخراب، ولم يكن في العالم الإسلامي على اتساعه وكثرة دوله وحكوماته من يستطيع أن يواجه هذا البلاء العظيم. غلب على الناس اليأس والتشاؤم، حتى صار المثل إذا قيل لك إن التتار انهزموا فلا تصدق. وكفى لتمثل هذا الزحف الوحشي المبيد لكل ما عارض في سبيله. قال مؤرخ أوروبي عن قائد الزحف جنكيز خان إنه محى في طريقه كل مدينة من الوجود، غير مجرى الأنهار، وملأ الصحاري باللاجئين المذعورين المشرفين على الموت. إنه لم يبق بعد مروره بالمناطق التي كانت آهلة بالسكان في يوم من الأيام أي حي من الأحياء إلا الكلاب والذئاب والحداءة والنسور. هذا ما قاله الأستاذ هيرالد ليمب في كتابه جنكيز خان. كان كل شيء يقبله القياس ويستطيع أن يتكهن به الناس، إلا أنهم سيسلمون ويدينون بدين المفتوحين الذين لم يكن شعب ولا رجال أذل في عيونهم من المسلمين. ولكن تحقق ما كان يعتبر مستحيلا، وكان ذلك
ذلك بتوفيق الله تعالى بفضل الدعاة المخلصين والعلماء الربانيين. وإليكم مشاهدي الكرام حكاية من حكايات هؤلاء الربانيين الكثيرة. كان تغلق تيمور خان ابن مالك كاشغر ولي العهد، لم يتوج بعد ولم يبايع بالولاية. قد كان له حمى يقتنص فيه لا يدخله أحد غيره إلا من يرافقه من الخدم والحشم الذين يساعدونه في القنص. كان الملوك في ذلك الزمان غيار على ما يتخذونه من مجالات قنص أو صيد، يحمونها من أطرافها إلى أطرافها، غيرتهم على شرفهم وكرامتهم. كانت هذه الأرض ممنوعة لغير ولي العهد وفرقة الصيادين من جليسه، لا يطمع فيها طامع ولا يدخلها داخل. لكن الله تعالى قدر ما غير مستقبل الأسرة الحاكمة في تركستان ومن كان يتبعها من هذه الجماعة المدوخة للعالم، ونقلهم من الحمى المخصص للصيد والغيرة عليه إلى حمى السعادة الأبدية وحراسة الإسلام والمسلمين وإنشاء الحكومات الكبيرة الواسعة التي تدين بدين الإسلام وترفع رايته في الأعالي. إليكم حكاية من حكايات هؤلاء التي يرجع إليهم الفضل في إقبال هؤلاء التتار الوحوش على الإسلام. خرج الشيخ جمال الدين من مدينة بخارى وكان معه جماعة من التجار لم يتفطنوا لهذه الأرض المحمية لصيد ولي العهد وحاشيته. دخلوا فيها على غفلة واطلع على ذلك الحرس الملكي. أمر الأمير بأن توثق أيديهم وتكبل أرجلهم وأن يمثلوا بين يديه في الحال. كان التتار ينظرون إلى الفرس أي الإيرانيين بعين الازدراء والاحتقار. وجرى بين ولي العهد والشيخ جمال الدين الحوار الآتي. قال ولي العهد في غضب: كيف جرأتم على دخول هذه الأرض؟ قال الشيخ: نحن غرباء دخلنا فيها على غفلة وجهل، لا نعلم أننا نجوس أرضا رمة. وسأل ولي العهد: من أي جنس أنتم؟ قالوا: نحن من الفرس. قال الأمير: إن الكلب أغلى من أي فارسي. وهنالك ألهم الله الشيخ الجواب الذي كان قدر له أن يفتح الفاتحين ويخضع الغالبين ويشرح صدر الأمير للإيمان بهذا الدين. فأجاب الشيخ: نعم، قد كنا أخس من الكلب وأبخس ثمنا منه لو أننا لم ندن بالدين الحق. لما رأى الأمير ذلك الجواب أمر بأن يقدم إليه ذلك الفارسي الجسور عند عودته من الصيد. ولما خل به سأله ماذا يعني بهذه الكلمات وما ذلك الدين. عرض عليه الشيخ قواعد الإسلام في غيرة وحماس انفطر لها قلب الأمير حتى كاد يذوب كما يذوب الشمع. صور له الكفر بصورة مروعة اقتنع معها بضلال معتقداته وفسادها وقال: ولكني إذا اعتنقت الإسلام الآن فلن يكون من السهل أن أهدي رعاياي إلى الصراط المستقيم، فلتمهلني قليلا، فإذا ما آلت إلي مملكة أجدادي فعد إلي. وذلك أن إمبراطورية جغطاء انقسمت في ذلك الوقت إلى إمارات صغيرة وظلت على ذلك سنين طويلة حتى نجح تغلق تيمور في توحيد الإمبراطورية كلها تحت سلطانه وجمع كلمتها كما كانت من قبل. في هذه الأثناء عاد الشيخ جمال الدين إلى بلاده حيث مرض مرضا شديدا. فلما أشرف على الوفاة قال لابنه رشيد الدين: سيصبح تغلق تيمور يوما ما ملكا عظيما، فلا تنس أن تذهب إليه وتقرئه مني السلام، ولا تخش أن تذكره بوعده الذي قطعه لي. لم يلبث رشيد الدين إلا سنين قليلة حتى ذهب إلى معسكر الخان، وكان قد استرد عرش إمبراطورية آبائه تنفيذا لوصية أبيه، لكنه لم يستطع أن يظفر بالمثول بين يدي الخان بالرغم مما بذله من جهود. أخيرا لجأ إلى هذه الحيلة الطريفة، ففي ذات يوم أخذ يؤذن في الصباح المبكر على مقربة من فسطاط الخان، فأقلق ذلك الصوت نوم الخان وأثار غضبه، فأمر بإحضاره ومثوله بين يديه. وهناك أدى رشيد الدين رسالة أبيه ولم ينس تغلق تيمور وعده، وقال: حقا ما زلت أذكر ذلك منذ اعتليت عرش آبائي، ولكن الشخص الذي قطعت له ذلك الوعد لم يحضر من قبل، والآن فأنت على الرحب والسعة. ثم أقر بالشهادتين وأصبح مسلما منذ ذلك الحين، وأشرقت شمس الإسلام ومحت بنورها ظلام الكفر.
ولكي ينشر هذا الدين بين رعاياه اتفق تغلق تيمور ورشيد الدين على أن يستقبل الملك الأمراء واحدا واحدا ويعرض عليهم الإسلام، فمن قبله جوزي الجزاء الحسن، ومن أباه ذبح كما يذبح الوثنيون وعبدة الأصنام. وهكذا دخل هذا الشعب الذي دوخ العالم الإسلامي كله وداس أطرافه بأقدامه ونعال خيوله، والذي لم تتماسك أمامه أي قوة عظيمة في دين الله الإسلام. في بضع سنين بدت هذه الحقيقة مرة أخرى واضحة جلية، أن الإسلام لا يزال يملك أكبر نفوذ ويتمتع بأغرب موهبة في تسخير الأرواح وكسب الأنصار والأصدقاء. إن التتار لم يسلموا رسميا فحسب، بل برز فيهم عدد كبير من العلماء والفقهاء والمجاهدين والدعاة الربانيين وأهل الصدق واليقين، أدوا دورهم الثمين في حماية حمى الإسلام والدين في ظروف دقيقة ولحظات عصيبة من التاريخ.